كميه جهل في البيزنس ده مش طبيعيه. الشركات قررت انها تعمل حاجه جميله جدا، جينا نبص تك سيرش دور، قال لك اغلب المبيعات بتيجي من العالم كله. بتيجي منين؟ بتيجي من حاجه اسمها الدعايه الشفهيه، اللسان الحلو. جميل. الناس تدخل محلات تشتري، ازيك يا استاذ محمود، اخبارك ايه؟ يا رب تبقى بخير. حضرتك عرفتنا منين؟ والله محمد صاحبي جه اشترى من عندكم. اهلا بيك يا استاذ عبير، حضرتك جيت تشتري عندنا الفستان ده، حضرتك جايه تبع مين؟ شيماء جات لكم اول امبارح وشكرت لي فيكم. واصله. عملوا الاحصائيه دي، لقوا ان 75% من ارباح المشاريع الكبرى في العالم جايه من الدعايه الشفهيه. تمام؟ قال لك طب ما ليه احنا نعمل دعايه تقليديه؟ ليه احنا نقعد نجيب فنانين ونجيب مشاهير ونعمل حملات اعلانيه في التلفزيون وفي الاخر خالص ثلاث ارباع ارباحنا وثلاث ارباع زبايننا بيجوا من الدعايه الشفهيه؟ قال لك طب نعمل حاجه، طب ما وفر. الشركات قالت لك طب ما وفر كل الفلوس اللي هتتصرف دي، تمام، وديها للناس على الدعايه الشفهيه. ومن هنا طلع حاجه اسمها البيع في العموله. طلع هنا فكره حاجه اسمها نظام، طلع دلوقتي حاجه اسمها دلوقتي مؤسسات التسويق، مؤسسات المبيعات. تمام؟ من النقطه دي بدا ينطلق حاجه اسمها بيزنس قائم على التسويق. طيب لو انت من الناس اللي لسه مش فاهمه يعني ايه ماركتنج، اللي مش فاهمه يعني ايه تسويق، وعايز تفتح بيزنس او انت صاحب بيزنس، فصدقني انت عمرك ما هتلاقي الدنيا سهله، عمرك ما هتلاقي المبيعات سهله والفلوس كتيره، لانك فاقد اهم ضلع في المؤسسه. من غير ماركتنج مفيش سيلز، من غير ماركتنج مفيش حاجه اسمها كاستمر ريفيو، مفيش حاجه اسمها يعني مفيش حاجه اسمها راي الزبون اللي جرب. تمام؟ من غير ماركتنج انا مش هعرف اشوفك يا باشا. لو الكوبايه دي مثلا الكوبايه دي الماس، اوكي، خلينا نديك مثال